لا إله إلا الله. طب إيه الحاجات العشرة؟ في 10 حاجات ذكرها العلماء مفسدات ونواقض لا إله إلا الله. أنا قررت أكتبهم عشان ما انساش منهم واحدة، عشان لو نسيت واحدة ممكن الواحدة هي اللي تكون مشكلة معانا. طيب، أول واحدة الشرك بالله. والشرك أن تصرف العبادة، أي نوع من أنواع العبادة، لغير الله سبحانه وتعالى. يعني من أنواع العبادة الدعاء، تدعو غير الله سبحانه وتعالى، ده شرك. النذر عبادة، لو نذرت لغير الله سبحانه وتعالى شرك. السجود لغير الله سبحانه وتعالى شرك. في عبادات يا جماعة أنت بتعملها، يعني مثلا تقبيل الحجر الأسود عبادة ولا لا؟ عبادة. ولذلك احنا بنقبل الحجر الأسود ليه؟ بنقبل الحجر الأسود اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. فأنت لو قبلت أي حاجة تاني غير الحجر الأسود عبادة، ده شرك. ده شرك. في ناس كتير بتقع في مسائل المشاكل وتقبل الحجارة وتقبل المقصورات وتقبل كذا وتعتقد انها عباده. هي مشكله كبيره. دي الوقت رقم 1. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما حق الله على العباد؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله؟ الا يعذب. يعني انت لو خرجت من الدنيا لا تشرك بالله شيئا انت فزت بالجنه. تخرج من الدنيا بس لا تشرك بالله شيئا. طيب، رقم 2 ان يجعل بينه وبين الله وسائط. يخلي فيه وسيط وواسطه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش واسطه بينه وبين ربنا. يعني احنا نقرا القران الكريم في اسئله كثيره. يسالونك عن الخمر ايه؟ قل فيهما اسم كثير. يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت الناس الحج. يعني كل سؤال بيجي على سيدنا محمد واسطه عشان يقول له قل يا محمد. لكن واذا سالك عبادي عني ما قالش قل فعل الفضل. حتى سيدنا محمد مش واسطه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت لما تيجي تدعو الله عز وجل تدعو الله مباشره، لكن تعبد اي احد تصرف له عباده عشان يقربك الى الله عز وجل من افعال المشركين. قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ظلما ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني هم بيعبدوا من دون الله ويقولوا دول اللي احنا بنعبدهم دول شفعاؤنا عند الله. يا عم انت ايه؟ مساله مهمه يا جماعه. رقم 3 من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم فهو نقض الإيمان، انتقض الإيمان. يعني يجي ربنا حكم على حد بالكفر. الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، يعني ربنا إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. يجي يقول لك لا النصارى مش كفار. هو يقول لا النصارى مش كفار. أو أنا شك في كفرهم. لا مش لازم يقول لهم يا عم ولا مش يقولوا كذا. لو أنت عملت كده أنت نقضت إيمانك، لأنك أنت كده كذبت آية من آيات القرآن الكريم. كذبت آية من آيات القرآن الكريم. لا إقناع من نواقض الإيمان من لم يكفر المشركين. ناقض من نواقض إيه؟ من نواقض الإيمان. رقم 4 من اعتقد أن خلي بالك من دي. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه. يعتقد أن هدي النبي في هدي من هدي النبي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا
الأحكام اللي كان بيحكم بها النبي كانت في زمن لا تصلح الزمان هذا. في كلمات اسمع أحسن الحاجات دي لكن لا تصلح في زماننا هذا. اللي كان بيحصل الحكم بتاع النبي والحاجات دي لا تحصل لا تصلح في زماننا هذا. قطع يد السنة دي ما ينفعش في زماننا هذا. الراجل الزاني المحصن ده ما ينفعش في زماننا هذا. فعلا بالظبط. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رقم 5 من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا صلى الله عليه وسلم جاء بأحكام وجاء بعبادات وجاء بأعمال تعملها وفي حد أبغض حاجة أي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الآية بتاعت سورة محمد فأحبط عن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحصل إيه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عنه والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم إيه؟ كرهوا ما أنزل الله فأحبط إيه؟ فأحبط أعمالهم. من استهزأ بشيء مهم من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. اللي يستهزئ بشيء من دين الله سبحانه وتعالى ده كفر. استهزأ بآية، استهزأ بحديث نبوي شريف، استهزأ بشخص مثلا يصلي لله سبحانه وتعالى، استهزأ مثلا قلت لو فعلت كذا ليك 1000 حسنة كده استهزأ وياخدها هزوا. اتخذوا آيات الله ايه؟ هزوا. في الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف قالوا لي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عارفين هتنزل في إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رايح غزوة تبوك واحد من المنافقين بيقول يرجو هذا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجو هذا أن تفتح له قصور كسرى. بيقولها ايه؟ استهزاء. وقال إن قراءنا هؤلاء أرغب بطونا وأجزل ألسنة وأجبن عند اللقاء. قالها كده قال إن قراءنا يقصد بهم المؤمنين قراء القرآن والناس قال إن قراءنا هؤلاء أجزل ألسنة وأرغب بطونا معناها حاجة بطونهم أرغب بطونا وأجزل ألسنة وأجبن عند اللقاء. فوصل الخبر واحد كان قاعد معاهم من الصحابة قال لهم قال اللي بيقول كده يا منافق أنت منافق سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل إيه هو؟ قول له ما يهمنيش حاجة. فراح إيه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. راح للنبي يخبره فوجد أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث. ونزل الآية فإن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم استهزأوا بمين؟ بالمؤمنين. استهزأوا بقراء القرآن. فقال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رقم 7 السحر. وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآخر. السحر من الكفر ومن نواقض الإيمان ومن نواقض لا إله إلا الله. وبعض إذا بساحر أو كاهن خصوصا القرية من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ومن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. يروح لكاهن أو عرافا
موالاة المشركين، دي رقم 8. رقم 8 موالاة ايه؟ موالاة المشركين. يعني ايه موالاة المشركين؟ يعني ينصر المشركين ويعين المشركين على المؤمنين، يعين اعداء الله عز وجل على المسلمين. ده من نواقض ايه؟ من نواقض ايه؟ حتى لو عندهم بيتكلم، في ناس بتعمل بيتكلم، في ناس تقول والله اليهود اللي عندهم حق يدمروا الجماهير دول، بس في ناس بتقول كده يعني، في بعض المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله بيعين. حتى لو الموالاه بالحب، بس حتى لو الموالاه بالعون او بالحب القلب، ان والله الناس دول بيعملوا عمل حلو او بيحبون بنفسك. موالاة المشركين، موالاة المشركين بالحب او بالعون او بالنصر من نواقض الايمان، من نواقض الايمان. انما انهاكم الله على الذين قتلوكم واخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ما دام ما بتقتلكش تعامل بالبر والحسنى والمعامله الحسنه كما تعامل المسلمين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. تمام، مش منهم. ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. رقم 9 من اعتقد ان بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد ان في بعض الناس ممكن ايه؟ لا مش مالوش دعوه بشريعه النبي، خارج عن ايه؟ عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. من اعتقد كل اهل الارض مطالبين بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، كل اهل الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل للانس والجن، ارسل للانس والجن. فلو قلت ان في حد يسعى ان يخرج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقادك ده ممكن ينقض ايمانك. الاخيره الاعراض عن دين الله بالكليه. الاعراض عن دين الله بالكليه يعني اعرض عن انا واحد اتولد مسلم، اتولد ايه؟ واتكتب في البطاقه مسلم، ولكنه لا يعلم شيئا عن الاسلام. لا يعلم شيئا عن ايه؟ لم يفكر ان يتعلم اصول الدين، لم يدخل المسجد ويصلي في شهر رمضان، مالوش دعوه برمضان، مش بقى عظيم. موضوع الحج ده مش في دماغه اصلا، بيصرف فلوس ويروح يعني عشان يدفع 7 الفات حوالين في بعض حاطط في دماغه كده، ما مالوش دعوه باعمال المسلمين خالص. اعرف بالكليه عن ايه؟ عن الاسلام وعاش على هذا الطريق طول حياته، عاش على هذه الطريقه الى ان مات. اعراضه بالكليه عن الدين وعن تعلم اصول الدين وعن العمل بالدين نقض ايمانه، نقض اسلامه. نقض ايه؟ نقض اسلامه. ربنا يقول وان اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. 10 حاجات مفسدات للتوحيد. ايها الاخوه الكرام، علينا جميعا احنا نراجع 10 حاجات دول ونقرا في الكتب